الشاعر الكبير الاستاذ راضي الطهطاوي، بنرحب بحضرتك وكلمنا عن مشاركه حضرتك النهارده وانطباع حضرتك وتقييم حضرتك للطفله الموهوبه تسنيم الامير. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ حازم، واهلا وسهلا بقناه طيبه، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. النهارده نعتبر في طحطا عرس ثقافي فريد من نوعه. اولا طحطا دائما ولاده، وطحطا ليس بغريب عليها هذا الابداع وهذا الانجاز الثقافي المتنوع شبه الاسبوعي. النهارده معنا تسنيم الامير، هي طفله لم تتعدى او لم تتجاوز 11 سنه. اصدرت مجموعه قصصيه لها، وهذه البنت او هذه الاديبه متعدده ومتنوعه المواهب، فهي تكتب الشعر وتكتب القصه، واكتشفناها من سنه في غناء. هي عملت اغنيه من كلمات اسمها والله فرحنا لك، ونالت صدى كبير جدا على السوشيال ميديا. بتكتب القصه، بتكتب الشعر، بتغني، ايضا انها رائعه في فن الالقاء، وحصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهوريه في التربيه المسرحيه بوزاره التربيه والتعليم. لها تكريمات عديده جدا، واحنا نكاد يكون كل الاعلاميين وعلى راسهم قناه طيبه الداعمه دائما لمبدعي الصعيد. نتوجه لقناه طيبه ولحضراتكم يا استاذ حازم بصفه خاصه، وانا كان لي الشرف مع حضراتكم، عملت معها اكثر من لقاء، وده دلاله كبيره على ان قناه طيبه قناه الدوله، القناه الاقليميه اللي احنا نعتز بها في صعيد مصر، دائما في قلب الحدث، في قلب رعايه الابداع الثقافي الحقيقي المتمكن. وانتم النهارده بالفعل اسريتونا بوجودكم واظهرتوا بنت تستحق هذا الدعم، وانتم دائما داعمون التلفزيون المصري، دائما داعم. وشكرا لقناه طيبه وشكرا لحضراتكم بتشريفكم لينا هنا في طحطا.